يوصلها من هناك لمارتي. مارتي امام زوج لاعبين محاصر، لازم يضيع الكره. مارك بارترا يسترجعها، يتقدم مارك بارترا، يلعبها لميسي، ميس او لحدادي، ترجع مرة ثانية راكيتيتش، راكيتيتش ليو جول 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 جول. ما لم يقدر عليه نيمار وليو فعله مارك بارترا، ومن تمريرة من ليو في نهاية المطاف ليو ميسي بلغ 400 بين عدد الأهداف وعدد التمريرات. هذه التمريرة رقم 113 التي جاءت أهداف، وهذا وبعدما سجل 287 هدف. الكرة لليو، ليو اللي مرر لمارك بارترا في القائمة الثاني. فنان يا مارك، استلمها بصدره عوض أن يضربها بالراس، فعل ما يفعله نيمار وميسي، استلم بصدره داخل منطقة العمليات وقال للمهاجمين هكذا تسجل الأهداف. بارترا، مارك بارترا يسجل أول أهداف هذا الموسم مع فريق برشلونة. مارك بارترا ابن المدرسة الكتالانية الذي سجل. يلعب الى راكيتيتش على جاليونا مع دانيال فيش، دانيال فيش اوه كرة ممتازة. دانيال فيش في القائمة الثانية خطيرة، والحارس وجول. لا نيمار لا، ودخلت الكرة جول جول. نيمار يضيف الثاني لفريق برشلونة، نيمار يضيف الثاني لرصيده هذا الموسم بصعوبة كبيرة. فكت العقدة في نهاية المطاف. تمريرة أخرى من دانيال فيش لنيمار، من برازيلي البرازيلي الثاني في القائمة الثاني نيمار، رغم تجمع عدد كبير من المدافعين. أخطأ الحارس في مسك الكرة، عندما تخطئ تدفع الثمن. كرة بيار ضربت في أرجل اللاعبين، ويرفع مرة ثانية قميص رافينيا نيمار، وهدف ثاني لبرشلونة. هدف ثاني لك يا رافينيا. لحظات ولقطات وحركات مهمة جدا. راكيتيتش يتفوق، وصل عليه ليو نيمار اوه الحكم يقول لا. ماذا قال حكم المباراة؟ ضربة مرمى ام ضربة جزاء؟ حكم اللقاء يقول ضربة جزاء للبارسا، حكم المباراة يقول ضربة جزاء للبارسا. اللاعبون يقولون له لم يحدث له اي شيء، هو واقف امامك. هاي الاعادة لا لم يلمسه، ولكن الاحتكاك هذا هو اللي، والحيله نتاع نيمار هي اللي اوحت للحكم بانه فيه خطا. وبعدين نيمار يزن 30 كيلوغرام، هو مبلل كما يقال، فيسقط لما تلمسه باصابع يديك يسقط داخل منطقه العمليات. اوكي الحيله والحنكه والذكاء داخله في قاموس لعبه كره القدم. فعلها ميسي، يستعد لتنفيذ رميه الجزاء وتسجيل هدفه 288 مع برشلونه في الليغا، ويجتاز 400 بين عدد الاهداف المسجله وعدد الاسيست. ميسي يركز، ميسي صانع الاهداف، يستعد ميسي، يتقدم ميسي، يسدد ميسي، يسجل جول للبارسا. 3-0 صارت النتيجة بعد ربع ساعة لعب لبرشلونة أمام ليفانتي. هل يفعلها ليو ميسي ويرفع قميص المصاب رافينيا؟ أين هو القميص؟ ليو لم يخرج، هل يرفعه أم لا؟ 3-0 في النتيجة. أين هو القميص؟ ماتشيرانو يطلب القميص لكي يرفعه ميسي. ميسي بالثلاثية. برشلونة اليوم بقوة اختار الزاوية اليسرى، سدد وسجل الهدف الثالث للبارسا. ليو معبود جماهير برشلونة وقوة كرة القدم. ضربات الجزاء